الموضوع سهل جدا، كله في الخلاط بدون مقادير ولا افتكاسات ولا مكونات كتير، زي ما انتوا شايفين. البساطة سر السعادة. هاتي الخلاط بتاعك وتعالي هنعمل العيش الصحي بدون دقيق. ايوه بدون دقيق، تعالوا. انا الوصفة دي هقول لكم رأيي فيها بكل صراحة، اذا كانت حلوة 100% ولا لأ. هقول لكم فيها، بس تعالوا نشوف المقادير، هقول لكم رأيي فيها بما يرضي الله. تعالوا كده، معايا كوباية عدس منقوعة لمدة ساعتين، ومعايا كوباية حمص منقوعة مش مسلوقة لمدة 5 ساعات 6 ساعات، تكوني نقعاها وشايلها من قبلها بيوم بيكون أحسن طبعا. ومعايا بيضة، معايا كمان شوية فلفل أسمر، شوية زعتر وشوية ملح. ايه كمان، حطيت عليهم كوبايتين مية. كوباية العدس قصادها كوباية مية، كوباية الحمص قصادها ايه، كوباية مية. في أسهل من كده؟ كله على بعضه في الخلاط. هضربهم كويس قوي قوي في الخلاط، اضربيهم كويس قوي. هما مش بياخدوا وقت، هما بيتضربوا بسرعة، لان هما منقوعين زي اللي هم بتلاقيهم بايشين كده. بجد الوصفة دي هقول لكم رأيي فيها لسه شوية، بس حلوة جدا جدا. الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عايزة تخس، الناس يعني كل اللي عامل نظام غذائي مناسبة ليك. الناس اللي بتجوع اخر الليل كده وما بتبقى محتاسة ومش عارفة تعمل ايه عشان ما تبوظش الدنيا، لا الوصفة دي ليكي. وبالنسبة للطعم هقولك في الاخر اذا كان الطعم بصراحة حلو 100% ولا اقل. هقولك الطعم، هقولك كل حاجة. تعالي كده نشوف المقادير بعد ما ضربناها في الخلاط. همسكها كده اركنها نص ساعة. مهم جدا جدا يا بنات نركنها نص ساعة. غطوها كده واركنوها وسيبوها كده، روحوا استريحوا شوية وتعالوا تاني. هعري بقى عليها واقلبها تاني. المهم ان احنا نقلبها تاني، وكل ما هاخد منها واحنا شغالين، تعالوا شوفوا معانا التفاصيل. هقلبها تاني. المكونات بسيطة، المكونات مش صعبة. الموضوع كله كوباية عدس، كوباية حمص، بيضاية، شوية فلفل اسمر، شوية اللهم صل على سيدنا محمد، شوية زعتر، شوية ملح. خلاص على كده. ممكن نحط شوية كمون على فكرة، بيكون حلو جدا. وحطوا شوية كمون، انا ما حطيتش بس انتوا حطوا، هيضيف في الطعم. هيضيف للطعم حاجة كويسة، لان احنا عارفين البقوليات مهم معاها الكمون. معايا بقى هنا طاسة، تكون طاسة ما بتلزقش. تكون ايه، طاسة ما بتلزقش. دي اول حاجة عشان الخبز ده يطلع معاك كويس. حطيتها كده على النار، سخنتها. وبعد كده حطيت بليت الفرشة كويس قوي عشان الرغيف لزق معايا. انا بقول لكم بكل صراحة، انا بليت، قلت بقى انا عايزاه صحي صحي 100%، مفهوش زيوت ولا حاجة. فبليت الفرشة ونفضتها من الزيت، وبعد كده عملت بيها الطاسة. فاللي هو ما طلعش معايا بسهولة، ما طلعش معايا. استنيت اما احمر قوي، بعد كده طلعته. جيت بقى في تاني رغيف. عم شايفين شكل الطاسة اختلف ازاي لانه لزق. شايفين بقى انا هنا خدت شوية زيت على الفرشة، وبعد كده دهنت بيها الصينية. هنا الرغيف مش بيلزق معايا، وبيطلع معايا بكل سهولة. مجرد ما بيستوي وبلاقيه عمل فتحات كده او فقاعات من فوق. ما اقلبوش برضه، استنى شويه لحد ما احس ان هو خلاص خد لون كويس من تحت وبقى بيتقلب معايا. والله تابعوا الخطوات دي وهتطلع الوصفه معاكم كويسه وهتطلع ناجحه. اهم حاجه تكون طاسه مش بتلزق. نلمع اللي هي ايه، رشه زيت كويسه في الطاسه. انا بقول لكم بامانه. بس يعني هتقولي لي ما هي فيها الزيت ازاي وصحيه؟ ما هو يعني قضا اخف من قضا، يعني فاهمين؟ قضا اخف من قضا. شايفين لون الرغيف من تحت حلو ازاي؟ قلبوها بكل بالراحه، امشوا كده بالراحه وطولوا بالكم. الموضوع بسيط، وبتكون حاجه حلوه لما نعمل حاجه مختلفه وبتنجح معانا، هتحسوا احساس حلو بصراحه. مش عايزين ننسى نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول. قلبته بقى على الناحية التانية وسبته. الناحية اللي فوق بتاخد أقل من اللي تحت، زي ما احنا عارفين بتاخد نسبة ال السوا بتكون أقل من اللي تحت. وزي ما انتوا شايفين رشة الزعتر اللي على الوش دي بتدي طعم خطير، ما تستغنوش عنها. الوصفة معمولة كده، ماشي نمشي زي ما الكتاب ما قال. مش عايزين بس نصيحة مني، حطوا شوية زعتر، وحطوا شوية زعتر في قلب العجينة وانتوا بتضربوها، وشوية كمون وشوية ملح، شوية فلفل اسمر. توابل عادية موجودة عند اي حد. انزلوا بقى كده بعد ما بنبل الطاسة زيت كويس قوي. بعدين طبعا بتكون طاسة سخنة، بننزل بالرغيف وبالعيش او بالعجينة بتاعتنا السايلة، وبنفردها بكل سهولة، ونحط شوية زعتر ونيجي قلبناها على الناحية التانية. في اسهل من كده؟ الموضوع سهل جدا.
خلصت كل الكمية. انا عملت ما زودتش ولا ضاعفت الكمية، انا عملت زي ما وريتكم بالظبط. لان انا بصراحة اول مرة اعمله. انا ببقى حابة في الشتاء اعمل في الشتاء بالذات، لان اليوم بيخلص بسرعة، ومش يعني بتكون قعدتنا ووقت اللي هو ايه الفراغ سنة، يعني مش فراغ قوي، بيكون بالليل. فاللي بيجوع بيجوع بالليل. فبحب الحاجات الصحية دي بصراحة تكون في الشتاء، العب فيها شوية او اجرب فيها شوية. امشوا ورايا كده واحدة واحدة وباذن الله خير. عايزاكم بقى تحطوا لي لايك للفيديو القمر ده، لايك لايك يا بنات البنوتات الامورات، حطوا لي لايك كده حلو وجميل زيك، واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وصلي على سيدنا محمد. هقول لكم بقى رايي بصراحه في العيش الجميل ده. بصراحه هو يعني كطعم مش 100%، يعني كأن انت هتاكليه اول مره محتاج تعديل، يعني ما تقدريش تاكليه لوحده، فاهماني؟ لا، هاتي كده افتكاسي، اعملي كده شويه حركات عشان تقدري تاكليه. ده برأيي انا. يعني رأيي بعد ما عملت سندوتش كده جبنة، حطيت عليه شوية زعتر وكوباية شاي وكده، رأيي 70%. بس أنا بقول إيه، إحنا عارفين الحاجات الصحية بيكون طعمها شوية مختلف شوية، مش وحشة، بس بتكون إحنا يعني بيكون طعمها مختلف شوية. فاحنا يعني نص العمى ولا العمى كله. فبصراحة يعني يبقى انا شايفة ان احنا نحاول نتعود على الحاجات دي وما نقفلش نفسنا ونجرب. جربي كوباية وهتعجبك. بالنسبة رأيي انا بعد ما عملت الساندوتش وجربته وشفته، بصراحة هو 70% قصاد ان هو صحي. بصي كطعم 70% بصراحة، قصاد ان هو طبعا الاذواق بتختلف، يعني ممكن يبقى بالنسبة لحد تاني 100%. قصاد ان هو صحي انا اديله 100% بصراحة، قصاد ان هو مش هيضرني اديله 100%. بس في حاجة نسيت اقولها لكم، لما بيبرد وبيهدى تاني يوم بيكون طعمه حلو. نسيت اقولها لكم. فجربوا واعملوه كمية بسيطة وممكن بالنسبة لحد تاني يكون 100%. حطي لايك للفيديو القمر ده لو الوصفة عجبتك، واشتراك في القناة لو لسه